انت منور. حاسس ان انا تقيل عليكم في القناه بتاعتكم ده يا حاج خالد. لا والله والله ما تقول كده ابدا والله. ده انت منورنا ومشرفنا والله العظيم. احلف. والله. السلام عليكم يا عالم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماشي. هو وانت برضه. لا ما اصل هي فرض كفايه، لو انا رديت هو مش لازم يرد. نعم يعني ايه؟ رد السلام فرض كفايه. دي بقى نبقى دي في القناه الدينيه. دي في القناه الدينيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش عارف اقول مبروك لمصر ولا مبروك لبلجيكا. بلجيكا. امال ايه؟ مبروك لبلجيكا. عملنا ماتش كويس وبلجيكا عملت ماتش كويس. خلينا نكون حياديين. بلجيكا احنا عارفين ان هي منتخب من المرشحين، يعني بنرشحهم كل سنه ما بياخدوهاش. بيرشحوا البطوله كل سنه. هي اولا البطوله كل 4 سنين لو المعلومه مش عندك يعني. بس تنكر ان التعادل مع مصر شيء وحش لبلجيكا؟ التعادل مع مصر بالنسبه لبلجيكا ده شيء وحش؟ هم كسبوا نقطه واحنا خسرنا 3. صح. انت كل ده بتبروس. صح. انا اشرب قهوه بالله عليك. الكره ضغطانه ضغط 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 ضغط. صح. زي ما مصر عملت في بلجيكا. انت رايك ايه في الماتش؟ الماتش ده فيه عده جوانب ايجابيه كتير جدا. اولا رد على المشككين واللي كانوا بيتريقوا واللي قاعد يقول لك ايه ياه شفت تونس اكلت 5 الحمد لله مش هنتفضح زي تونس، والمشككين في كابتن حسام حسن واللي كانوا بيغلطوا في الناس اللي واثقه في المنتخب وان هو هيقدم حاجه كويسه. ايوه معلش بس برضه سمعتنا يعني ما كانتش احسن حاجه، يعني ما الناس برضه هتجيب تفاؤل منين؟ ما انا هقول لك سمعتك خربانه. سمعتك خربانه قبل كده. انت لسه قايل الفيديو اللي فات احنا عمرنا ما خدنا 3 نقط في كاس عالم. حلو بس مع كابتن حسام حسن الوضع مختلف. الراجل عامل شغل محترم، عامل شغل فني باين جدا في الملعب. انت اصلا وانت بتتفرج على الماتش كمتفرج عادي جدا انت حاسس ان الفرقتين قريبين، مع ان بلجيكا دي المفروض في فتره تعافي وفتره ان هم بيبقوا كويسين، ولسه اصلا في الماتش الودي كاسبين تونس 5. الناس طلعت بعد الماتش قعدت تقلل من بلجيكا وتقول لك ايه ده، هو انا كنت بتفرج على ماتش تاني، هو فين الاداء الحلو اللي منتخب مصر عمله؟ يا راجل اتق الله. هو اتق الله. حد قال كده؟ رضا عبد العال طلع قاعد يقول لك منتخب بلجيكا اسوأ نسخه ليه ومش عارف. يا اسطى انت بتقول ايه؟ انت بجد بتقول ايه؟ انا طبيعي بتشوف يعني النتيجه اكيد بتاثر. يعني ممكن تكون بلجيكا لعبت ماتش حلو قوي بس بسبب النتيجه اللي هي 1-1 وان مصر عملت ماتش كويس ان انت غصب عنك بتشوف بلجيكا كده. فاهم؟ ايوه فاهمك. بس ده طبعا غلط. ده بيبقى غلط في تحليلك من الموقف. يعني انا بشوفها كده الصراحه. طب انت شايف مين احسن ناس لعبوا عندنا في المنتخب يومها؟ بص يا صاحبي، اولا طبعا مصطفى شوبير لا غبار عليه. محمد هاني نجم الماتش. صح. نجم الماتش. صح. والراجل ده يا جماعه والله العظيم الراجل ده مظلوم، بس الراجل ده بيمثل كل المصريين. اللي هو ايه بقى؟ ان عارف انت اللي هو ايه، بيذاكر ليله الامتحان ماشي، اللي هو مش عايز يجتهد طول السنه بس هاجي اذاكر يوم ليله الامتحان وهكسر الدنيا. عارف انت ما تقعدش تمثل ما تمثلش وبعد كده تيجي تاخد شايلك وتاخد احسن ممثل. ده حصل. ده واقع. واقع. وبعد كده تقعد تاني. هو ده محمد هاني. واقع. ده محمد هاني بيجي في الماتشات الكبيره بس ويلعب بجد. ولا ماتش كبير محمد هاني لعبه غير وقد كده. عايز اقول لك ان دوكو معدل ترقيشه 1-على-1 في الدوري الانجليزي قدام باكات يمين الدوري الانجليزي 3 مراوغات في الماتش. عارف دوكو عمل كام مراوغه في الماتش؟ كام؟ 1 بس. مراوغه 1 بس ناجحه. الراجل قاعد يجيب دوكو يمين ويدخله في النص. وبص محمد هاني كان عالمي في الماتش. طبعا امام عاشور مجهود جبار جبار جبار. محمد صلاح كان عالمي. ونجم الماتش بالنسبه لي هو حسام حسن. ولو ان يعني انا ليا تحفظ على التغييرات. قول لي بالله عليك التغييرات. قول لي التغييرات بس. قول لي التغيير اللي ضايقك. انت شايف انه ما كانش اللي كان اولى ينزل في التغيير هيثم؟ هقول لك مش هقول تريزيجيه، مش هقول، بقول هيثم بس. حلو ارد لك على الموضوع ده، بس الموضوع ده تكنيكال شويه. ماشي. لو تلاحظ مين اللي نزل مع زيزو؟ حمزه عبد الكريم. حسام حسن شاف ان هو عايز يلعب على لعبه واحده الا وهي العرضيات، فهو عايز وينج ياخد الخط. يعني مش عايز وينج يكسر ويشوط، لا انا عايز وينج ينزل يساعد هاني اولا في الدفاع ويجري على الخط ويرفع لحمزه عبد الكريم. عشان كده نزل حمزه لان حمزه مميز بدماغه قوي. طب وده فلح؟ انا شايف ان صح ولا لا؟ لا ده ما فلحش. بس هو ده رهان المدرب. ما هو دايما المدربين بيراهنوا رهان. والله نجح خلاص، فشل يبقى ده عيب اللعيب. لكن كفكره كخطه ممتازه. انا عندي بقى تبديل واحد ضايقني قوي الا وهو ابن بورسعيد.
ده ساكن في ابو فؤاد. ايا كان ساكن فين بقى. بجد ناس الكوره، مع انه لاعب كويس والله. هو لعيب كويس والله، لاعب كويس قوي. ابراهيم عادل محتاج يركز شويه، لان بجد هو بيتاح له فرص ان هو يتالق وهو ما بيستغلهاش. يعني الاول مره اقول كان نفسي تريزيجيه هو اللي ينزل مكان ابراهيم عادل. بغض النظر بقى عن كل ده، اداره حسام حسن الماتش كانت ممتازه. تبديله رامي ربيعه دي كانت تبديله ممتازه. حصل يعني اوفر اول. هو انت بتكلم مين؟ انا عشان سرحت. اوفر اول انا شايف ان بالنسبه لمنتخب مصر كمنتخب مصر في المونديال، انا شايف ان ده ماتش بالنسبه لنا يعني ماتش عظيم. لكن بالنسبه لاداء منتخب مصر في ماتش زي ده، لا احنا كنا نكسب. طيب بعد الاداء الجميل كابتن ناصر، استاذ ناصر، انا اسف بعتذر الناس اللي ما شافتش الفيديو الاول. طبعا ناصر فنان كبير، فهو استاذ هنا مش كابتن. عايزك تقيم لي اللعيبه. حراسه المرمى مصطفى شوبير توب 1، توب جير 1. لا انا عايز من 10. من 10 9. انا برضه اديله 9.5. محمد هاني 7.9. ايه 7.9. محمد هاني 7. مش الجون اللي جابه في نفسه؟ مش ده التقييم اللي هو زي تقييم الكارت؟ انا بقيم تقييمات الكارت. مفيش كارت بيبقى 7.9 اللي هي تقييمات الماتش. ماشي، انت شوف سكور يعني. طب انا محمد هاني 9.5 من 10. لا 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 لا. انت مالك يا اخي؟ لا ليه مش يا ابني انت مالك؟ خلت هو في ايه؟ انت مالك؟ خلت ايه يا ابني؟ ده شوبير ما ادينالوش. انا بديت له 9.5 برضه. انا بقيم على ادائه في الماتش مش مستواه العام. انا مش عامل. لا انا بقيم مستوى عام بقى. مستوى عام. ما احنا اتفقنا خالد، ما اتفقت معايا على احنا بنقيم مستوى عام. انا بقيم مستوى الماتش يا ابني. هو مستوى عام في الماتش. ما هو انا بتكلم عن الماتش ده بس. ماشي يعني اخد 10 من 10 في الماتش. الماتش نيوزيلندا ممكن اديله 3 عادي. ماشي بس ساعه ونص. براحتك يا عم. ساعه ونص دي يعني ده سجل ودافع وده عمل حاجات كتير قوي، لكن ساعه ونص. طب النص ده راح من فين؟ ايه يعني؟ راح عشان الجون اللي جابه في نفسه. وتديله ساعه ونص؟ عشان كان عامل ماتش عالمي. اصل هو لو ما كانش مركز في الماتش كان دوكو بهدلنا يعني. خلاص ياسر ابراهيم افريج الصراحه. كام يعني؟ 6.5. ماشي انا برضه هديله 7 من 10. حمدي فتحي. انت ايدك فرطه قوي والله، ايدك فرطه. الرجاله انبسطوا. فتحي كان كويس جدا 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 بصراحه بالنسبه لي. لا ما هو كان ممتاز. كان ممتاز على فكره. لا برضه كان في هي برضه اللي بيفتق هيعوز يفتق لاي حد مش على مزاجه. 7.5. ماشي انا هديله 8 من 10. ايده عسل. فتوح ده كان نجم ده بقى. وهاني كان نجم. وهاني كان نجم. 7.9 من 10. ماشي انا هديله 8 من 10. مهند لاشين 6.5. مهند لاشين كان ممتاز بصراحه بالنسبه لي. انا كان تكنيكال عالي قوي، هديله 8.5 من 10. مروان عطيه كان جميل قوي قوي يعني نادرا ما هنلاقي في الماتش ده ناس يعني كتير خسعت. مفيش الكلام ده خالص. هديله برضه 6.5 من 10. ماشي انا مروان عطيه 8.5 من 10. مش هينفع اديه 8.5 يا ابني براحتك. مش هينفع. براحتك. مش هدي مصطفى زيكو. مش ما بلاش انا عدينا انا في دي 5 من 10. يعني عادي. عادي. اصل قلت كده والله العظيم بعد الماتش. لا مصطفى زيكو كان وحش والله العظيم. وحتى في الماتش اللي سجل فيه مع البرازيل. ايوه بس هو كان مفيد في الجانب الدفاعي، فانا عشان كده اديته 5 من 10. انما هو هجوميا كان سيء جدا. انا برضه اديله 5 من 10. امام عاشور 8 من 10. امام عاشور 10 من 10. نجم الماتش دفاعيا هجوميا. هو اللي جاب الجون بجد، بنطلع عليه في كل الكور. لا امام كان نجم 8 من 10. ماشي انا عندي 9.5. انا عارف انت هتديها لمين. انا عارف هتديها لمين. مو صلاح 10 من 10 ونجمه. ماشي انا برضو شايف ان محمد صلاح عمل واحده من اجمل مبارياته في تاريخه مع منتخب مصر. واعتب على العميد انه خرجه الا اذا كان سبب خروجه انه تعب. هو اكيد ده سبب خروجه. بس يا ابني ما انا قلت لك مفيش مدرب عاقل هيطلع صلاح. ومش فاهم ليه هو بيأسست لخط الهجوم كله ومحدش كان بيبصيله. ولا انا اللعمه، ولا انا اللي ما بشوفش، ولا انا اللي ايه. بس بجد كنت بشوف انانيه. مش هقول اسماء يعني. لا قول عادي. ساحبين منهم من موبايلات مش هيشوفوا الفيديو بجد والله. اوقات كتير قوي مرموش كان. لا ده احنا هنجيله ده. كان بجد كان. انا بحب مرموش قوي على فكره والله. بحبه جدا. وانا بحبه بصراحه. بس لا انا شايف ان صلاح من احسن الناس اللي لعبت في الماتش ده. صلاح ده احسن ماتش ليه مع المنتخب في جميع ماتشاته مع المنتخب. صلاح اداؤه والله بالنسبه لي كان اداء تاريخي بالنسبه لاداء محمد صلاح مع المنتخب. ماشي. وزعلت قوي 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 لما خرج، وحاسس انه ده اللاعب الوحيد في التغييرات اللي لو كان فضل كنا كسبنا. طيب خليني اقول لك على نقطتين. اولا تقييم لصلاح 9.5 من 10. كان نجم من نجوم الماتش. مش ده كويس. وانا متفق معاك في كل اللي انت قلته. بس خليني اقول لك على حاجه. هو صلاح عنده الكواليتي ان هو يقدر بجد في كل المواقف اللي هيتحط فيها. انت بتعمل ايه كمل. لا ما ينفعش. انت ما عندكش في قناتك. طب ما ينفعش. عنده الكواليتي ان هو في كل المواقف يقدر يعمل باس. اللعيبه الثانيه مثلا ما طلبش من ده من زيكو. بس انا شايف ان صلاح كان فاضي في اوقات كتير والكوره كانت ممكن تروح له ما راحتلوش. خلاص يا عم مقابل هجمه ضايعه.
خلاص مقابل شوطة ما بتطلع. تضايقش، اصل بتكلم مش على ما تضايقش نفسك. ماشي، بس انا بقول لك هم اللعيبه على قدها بس شويه والله. ده صلاح نجم يعني، تخيل صلاح فاضي مش هبصيله. ما انا مختل. يعني ما هو ده اللي لا اصل السبوت بتاع المونديال ده كله عايز يبان، فانا بخاف ان ايه، بحس ان اللعيبه لمجرد ان هي عايزه تبان ممكن تتخلف عقليا، يبقى هو عايز الهجمه ويبقى هو عايز الجون ويبقى عايز الشوط، هو بقى عارف ان السبوت عليه وعارف ان مدربين العالم بيتفرجوا وعارف ان كل واحد في منتخبنا السيتي بيتفرج بقى وليفربول بتتفرج ومدربين العالم كلها بتتفرج، برشلونه بقى وحمزه والشغل ده، فانت اي لعيب عندك عايز يوري نفسه للعالم وتشيز حقه تمام، بس ما مش نوصلش على حساب للتخلف. المنتخب بجد. عمر مرموش 6.5. ايه 6.5. عمر مرموش 4/10. ايه والله اسوأ لعيب في الماتش كله. لا مش قيمته والله العظيم ماشي أسوأ بس مش قيمته. لا لا لا, لا 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 بص انا اتضايق من اللعيب اللي عنده امكانيات عاليه. انت صح بس انا ما اقدرش اقولها. لا انا بقولها صريحه. التبديلات كلها اللي نزلت كانت كويسه ما عدا زيزو من وجهه نظري بصراحه. مش عارف زيزو هيفوق امتى، مش عارف ده اغلى لعيب في مصر ليه واكتر لعيب بياخد فلوس ليه، بجد مش عارف ليه. شايل اهلي. يا رب يوفقنا في الماتش اللي جاي، لان من اللي انا شفته من ايران ونيوزيلندا مش مؤشر خير ابدا، ده مؤشر خطر. انا شفت جرينتا في الماتش ده ما توقعتهاش في حياتي. هي دي المنتخبات اللي ما كانتش بتشارك في كاس العالم. دي المنتخبات اللي ما كانتش بتشارك في كاس العالم. اللي شاف ماتش ايران ونيوزيلندا هيبقى فاهم مدى تخوفي من ماتشنا الجاي مع نيوزيلندا، وانا بقلق، ومش انا لوحدي، انا اكتشفت ان في ناس كتير قوي كده بيقلقوا من منتخبنا في الماتشات اللي زي دي اللي بنعتقد انها بتكون سهله. حلو. احنا في الغالب والله بنعمل اداء قوي جدا مع المنتخبات المعروفه، المنتخبات الكبيره. في الماتشات اللي زي دي بقلق، فربنا يستر. انت شايف ان هو ممكن يلعب بنفس الخطه؟ بص هو الفرق هيبقى ايه، احنا ظهرنا بشكل كويس قدام بلجيكا عشان بلجيكا بتهاجمك وبتمسك كوره في لحظات في الماتش، في لحظات انت بتمسك كوره بلجيكا بتدافع، الماتش رايح جاي. مش بلجيكا بس اللي بتهاجمنا والله. والله العظيم يا عالمي. خلاص والله الدنيا كلها اقسم بالله يا جدعان. معلش والله العظيم. اوعى تزعل نفسك من حاجه. تفتكر هترجع يا ريت مسيرها هترجع والله. لا وحشتنا قوي ده، احنا بقالنا انت عارف انا ما شفتهاش من امتى؟ بقالي مثلا 25 سنه ما شفناش بعض. تفتكر لسه فاكراني؟ لسه فاكرك زي ما كاس العالم فاكرنا. فاكرك. مش احنا غبنا عن كاس العالم ورجعنا. مصر رجعت كاس العالم، هي مش هترجع لي. طريقه لعب نيوزيلندا هتنزل وهي سايبه لك الكوره، فهنا هيجي بقى شكل المنتخب الحقيقي. يعني انت دلوقتي هتعرف تلعب جميع انواع الفرق ولا لا؟ ف100% كابتن حسام هينزل بنفس التشكيله، ولازم اللعيبه يبقى عندها نفس الثقه اللي كانت عندها في ماتش بلجيكا. اللعيبه كان عندها ثقه في نفسها بجد عاليه قوي، وانا اتكيفت قوي من الموضوع ده. اللعيب مش عايز يخلص من الكوره، لا بيتقل على كورته وبيلعب الباص وبيرفع عينيه، حاجه كده تحس انك منتخب كبير، عكس المباراه الوديه بتاعت البرازيل. الحمد لله. الله ينور عليك. فلازم بالاتيتيود ده وبنفس الهدوء ونفس الثقه ندخل ماتش نيوزيلندا، بس باحترام، لان نيوزيلندا مش هتبقى اقل. وهنا تيجي بقى العقليه، انت يا كابتن حسام هتزرع ايه في دماغ اللعيبه؟ اللي هو بقى احنا قدرنا على بلجيكا وخسرنا من البرازيل 2-1 وتعادلنا مع اسبانيا، فنيوزيلندا سهله، ولا لا احنا عندنا كل الفرق، احنا بنلعب كل الفرق واحد ولازم نكسب كل الفرق. هنا هتيجي الفرق. وهنا التشكيله هتبقى هي ولكن اللي هيختلف تنظيم اللعيبه جوه الماتش. كل الناس قالت ان حسام حسن هينزل قدام بلجيكا بقى هيركن الاتوبيس وهيلعب ب5، الراجل نزل ب4-4-2 فلاتة عادي زي ما اتكلمنا قبل الماتش، والخطه نجحت، ووظف صلاح توظيف ولا اروع في صناعه اللعب. وصلاح عمل ماتش ما عملوش مع المنتخب من سنين. ماتش نيوزيلندا مش هيبقى سهل خالص، لكن طبعا اسهل من ماتش بلجيكا، بس مش هيبقى سهل عشان طريقه لعب نيوزيلندا. انت شفت بقى نيوزيلندا لعبت ازاي؟ انا شفت ماتش جميل. بس بصيت لي السؤال يا خالد. والله قول لي يعني انت لما اتفرجت على منتخب نيوزيلندا شفت طريقه لعبه ايه؟ بيدافع، بيهاجم، بيلعب كرة على الارض، بيلعب على المرتدات. ابسط اكتر من كده عم ناصر. طب اخدت بالك ايه في الماتش؟ ان الفرقتين كانوا اقوياء جدا على بعض، مفيش فروقات حتى بين الاجوال لو خدت بالك. مستوى الفرقتين متقارب، يعني متقارب لدرجه غريبه، مع ان الاثنين لعبهم مختلف. ايران ضغطه نيوزيلندا من اقرب فرصه بتخطف الكوره وتعمل مرتده تجيب جون. طب ما هو
طب ما انت فاهم اهو نيوزيلندا بتلعب ازاي. ما هو الفكره في السؤال. انتوا كرويين اسئلتكم لكن لو بسطتها لي انا هحكي لك كل اللي شفته. الموضوع سهل والله. انا هحكي لك كل اللي شفته. يعني ايران بتضغط ونيوزيلندا مرصوصه ورا وبتلعب على المرتده. ما حدش فيهم خايف من الثاني. الاثنين يعني تحس مثلا يعني والله العظيم ماتش زي ده انا مثلا ما شفتوش من منتخبات كبيره في المونديال عشان مستويات متقاربه بالظبط. لكن لا ضغط ايران على نيوزيلندا خلى نيوزيلندا مثلا هي في توتر في الملعب او ان كان في تراخي او كده. لا بالعكس ده كانوا بيستغلوا اقل فرصه مرتده بسيطه جدا تلاقي ضم جول 4 تجوان جون كده 4 تجوان جون كده. فريق بيضغط وبيقاتل عشان يحقق هدف. فريق بيرد على طول بالهدف الثاني من هجمه مرتده من غلطه بسيطه جدا. الصراحه يعني كان ماتش لحد اخر دقيقه فيه ما تقدرش تقول مين هيكسب. الماتش هيخلص تعادل ولا لا. ما تقدرش تقول اي حاجه في ماتش زي ايران ونيوزيلندا. وده اللي مخوفني. عارف اللي مطمني ايه؟ ودي انت اكيد اخدت بالك منها ان في اي ماتش المنتخب قبل كده بيلعب منتخب متفوق عليه فنيا هتلاقي ان المنتخب تعادل هتلاقيه مرصوص ورا. باشا التعادل جميل قوي هاجم وانا دافع لحد ما نعدي الكام دقيقه دول هترمى واحد هيتصاب هقعد اضيع وقت. اللي حصل الماتش اللي فات ايه بجد بعد جول التعادل لبلجيكا مسك الكره 5 دقائق اخر 10 دقائق في الماتش بالوقت الاضافي انت اللي ماسك الكره وعايز تجيب جون وانت اللي رايح للجون وعايز انت اللي عايز تكسب عشان حسيت انها في ايدك خلاص سهله اهي. المينتاليتي دي لو دخلت بقى ماتش نيوزيلندا تكسبه عادي. وانا اعتقد ان المنتخب بتاعنا ولاعيبته نفسيا دلوقتي جاهزين بشكل كبير قوي سواء في خلال دوري المجموعات او ان شاء الله حلمهم كبر. يعني لو احنا كان حلمنا ان احنا مثلا هنروح بدري لا دلوقتي بقى لا تحس ان في ناس دلوقتي تقول لك حصان الاسود مصر. انا من الناس دي وانا من الناس دي وناس كتير قوي بجد والله من صحابي وكده بقوا شايفين مصر اللي هو والله لا بس ما تزقوناش يعني ما تسحبوش العشم بعد ما اديته لنا. احنا دلوقتي حاسين ان احنا لا احنا ممكن نعمل حاجه ممكن نوصل لمكان كويس في المونديال. فيا رب العشم ده ما يتخرمش. طب توقعك ايه ماتش نيوزيلندا؟ انا حاسس برضو تعادل. لا انا ان شاء الله هنكسب ماتش نيوزيلندا وكل ثقه في لعيبه المنتخب في حمدي فتحي ان هو يوقف خطوره كريس وود وفي نص ملعبنا لان هم بيلعبوا دبل باس كتير قوي في يعني كورتهم حلوه على الارض والجونين اللي جابوهم دبل وتريبل باس. فانا شايف انا واثق ان لو مهند لاشين ومروان عطيه لما على الاثنين عملوا ماتش ممتاز قدام بلجيكا بنفس الاداء ده مع حمدي فتحي في الدفاع ويا رب ياسر ابراهيم برضو يكون على نفس المستوى اعتقد دول هيقدروا يحدوا جامد من خطوره المنتخب النيوزيلندي. واحنا في الهجوم عمر مرموش بس يفوق. مصر ونيوزيلندا 1-1 ماشي. لا ان شاء الله هنكسب 2-0 باذن الله يا رب. كلامه باذن الله صح. كلمنا بقى عن حبيبك. مين حبيبك؟ الله انا عارف هم عارفين اللي جاب هاتريك يا عم. هو ده يا جماعه في كلامي وفيه والله العظيم هبقى جاهل وما فاهم حاجه. ده اللي هيجي يحلله هيبان مش فاهم ومالوش في الكوره واللي هينتقده هيبان مش فاهم ومالوش في الكوره والله العظيم. واللي بيحبه هيبان مش فاهم ومالوش في الكوره. مفيش كلام يوصف البني ادم ده. مفيش حد ينقد البني ادم ده. اقسم بالله يا جماعه الكوره نفسها ما ينفع تقول حاجه في ميسي. مش ممكن يا جدعان. موهبه اقسم بالله بشوفها اقول سبحان اللي خلقه. انت استمتعت والله العظيم. خد بالك انا بشجع كوره من قريب. انا من قبل ما اشجع الكوره بالسمعه كده بحب الايكون بتاعت كريستيانو رونالدو. بس لما شفت كوره انا عشقت ميسي. بس اللي انا شفته ده يعني يا رب يمتعني برؤيته كده فتره طويله قدام كمان والله العظيم. وعندي العشم ده انا حاسس البني ادم ده 60 سنه ويلعب كوره عادي ويمتعك. ميسي بصراحه كان ممتع قوي في ماتش الجزائر. رهيب قوي رهيب. بس ظروف ميسي في منتخبه غير ظروف كريستيانو في منتخبه. مش قصدي حاجه. كريستيانو معاه لعيبه قويه قوي وكل حاجه بس مفيش مدرب يا صاحبي. الظروف مختلفه تماما يا جماعه. مفيش مدرب في البرتغال بجد. احنا شفنا ماتش البرتغال النهارده. لا الظروف فعلا مختلفه ولكن ميسي ما ينفعش مفيش تقول المهم استمتعت. شايف الارجنتين طبعا هتروح لبعيد جدا 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 جدا. ولكن المنتخبات اللي تخوف كتير. فرنسا مع السنغال عملت ماتش قوي. خد بالك اقول لك على حاجه انا ملاحظها في المونديال ده بجد النتائج خداعه قوي. يعني اللي ياخد بنتيجه فرنسا والسنغال هيحس ان فرنسا داست على السنغال وده مش حقيقي. ماتش النرويج والعراق بجد
اقسم بالله يا جماعه العراق كانت مش طبيعيه مش طبيعيه، وفي الاخر النتيجه تحسسك ان بص العراق ما لعبتش كوره. اتفرج مثلا على الميني ماتش هتلاقي العراق عملت ماتش حلو قوي. نفس الكلام مع الاردن والنمسا. بجد المنتخبات العربيه والمنتخبات الافريقيه عامله اداءات ولا اروع في كاس العالم، والفروقات بجد قريبه قوي، وتحس ان اللعيبه نازله صح. اللعيبه نازله ده الاتيتيود اللي انا كنت نفسي اللعيبه تنزل بيه، اللي هو يا اسطى انت بتلعب كوره، انتوا 11 واحنا 11 يلا. والمدربين كمان، كون المدربين المنتخبات بقى عندهم وعي ومستوى تدريبي عالي، قربوا الفروقات قوي من المنتخبات. بجد انت ما تحسش ان في فرق كبير ما بين منتخب ومنتخب. ودي امتع حاجه في المونديال بتاع السنه دي بصراحه. ده حقيقي. يعني انا ما كنتش متفائل خالص بالمونديال ده، بس دي الحاجه الوحيده ودي احلى حاجه ممكن تكون في مونديال، يعني اللي انت لسه قايله دلوقتي ده. انت بجد انا شايفها اصعب سنه دلوقتي تحدد منها مين اللي هيوصل. صعب، حاسسها هتيجي من حد غريب. وبس كده والله يا عالمي. ان شاء الله ميعادنا بقى بعد ماتش مصر ونيوزيلندا، هيتلعب الساعه 4 الفجر. عايزك كمان تقول لنا انت كمان رايك ايه في اللي احنا قلناه، وتوقعك ايه لمباراتنا الجايه مصر ونيوزيلندا. طب واللي عجبه الفيديو يعمل ايه؟ انا شخصيا لما بيعجبني حاجه بحب اوريها لحبايبي. فلو عجبكم الفيديو يا جماعه تنسوش تشاركوه مع حبايبكم، تكتبوا لنا في الكومنتات رايكم وتوقعكم لمباراتنا الجايه مصر ونيوزيلندا. تنساش يا زميلي يا عالمي يا اللي بتنسى تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، تنساش يا عالمي. وبس كده والله، نتمنى ما نكونش طولنا عليكم. السلام عليكم.